المشكلة أو إيه المشكلة يا صديقي لما مجموعة بنات يعملوا جروب خاص ليهم ينزلوا فيه رقم وصورة الولد اللي هم مرتبطين بيه، أو تنزل صورة خطيبها مثلا يعني، بغرض إنهم يطمنوا ويشوفوا إذا كان الولد ده أمان يعني ولا لأ، ويشوفوا إذا كان بيخونهم مثلا مع بنت تانية أو بيتكلم بنت تانية عليها، ويكون مرتبط ببنتين في نفس الوقت ويكون بيتسلى بيهم يعني. فالبنت هنا بتكون عايزة تعرف الحقيقة وتشوف فعلا هو بيضحك عليها ولا لأ، عشان لو بيضحك عليها تلحق تعرف وتخزوقه قبل ما هو يخزوقها ويسيبها. women. انا مش شايف ان في اي حاجه غلط في الموضوع ده، والبنات من حقها ان هي تعمل حاجه زي كده عشان تتاكد وتطمن وتحس بامان بالراجل اللي معاها، سواء هي مرتبطه بيه بقى او خاطبها مثلا. لكن تفتكر الولاد او الرجاله ممكن يسكتوا على الموضوع ده؟ اكيد لا. عملوا هما كمان زيهم جروبات في القاهرة والاسكندرية والجيزة زي البنات بالظبط، وبقى ينزلوا أرقام وصور البنات على الجروبات قدام الرجالة كده عادي، والفضيحة من ناحيتين بقت دي جلاجل، ولستر ربنا هما يفضحوه. السلام عليكم، أهلا بك يا صديقي في فيديو جديد. أنا عبد الرحمن أحمد من قناة نور الضلمة لايت أوف داركنس. في الفيديو الجديد ده انا جاي اتكلم عن موضوع مهم جدا، او موضوع ناس كتيره وشباب كتيره جدا بتتكلم عنها. اللي حصل ان يوم الخميس بتاريخ 15/2 بقلب في الفيسبوك عادي جدا في امان الله يعني، ولقيت ان التايم لاين كله بيتكلم عن الموضوع ده. في الاول انا لما عرفت الموضوع وشفت الكلام ده ما استوعبتش كده الفكره، ما استوعبتش انه ازاي مثلا ممكن جروب بنات تنزل صور رجاله او ارقام رجاله ويتكلموا عليهم، او يحصل العكس. ما استوعبتش الفكره الحقيقه. خدت فكره كده وقلت يمكن ده ترند زيه زي اي ترندات ملوش لازمه وكلام فاضي يعني. لكن الفضول قتلني الحقيقه، فقلت اشوف انا بنفسي ايه الموضوع ده وايه موضوع الجروبات دي. فاكتشفت ان في مجموعه من البنات عملوا جروب خاص ليهم في القاهره والاسكندريه والجيزه، وبينزلوا فيها ارقام وصور الشباب اللي هم مرتبطين بيها او خاطبها مثلا يعني، وبيبقوا عايزين يشوفوا ويطمنوا اذا كان الراجل اللي معاها ده تعرف بنت تانية موجوده مثلا في الجروب معاهم او بيخونها مثلا ولا لا. بمعنى تاني ما بتكونش واثقه في الراجل اللي معاها، فبتبقى عايزه توصل باي طريقه لاي حاجه تعرف وتتاكد اذا كان الراجل اللي معاها ده بيضحك عليها ولا لا، عشان تلحق هي كده وتقفشه وتعرف اذا كان بيتسلى بيها يعني ولا لا. بس فكرك انت الرجاله هيسكتوا؟ اكيد لا. عملوا نفس الجروبات في القاهره والاسكندريه والجيزه، وبقى ينزلوا صور وارقام البنات، وبقت الدنيا سداح مداح كده، واللي عايز يعمل حاجه بيعملها عادي. وناس كتيره طبعا سواء بنات او اولاد بيتفتحوا. انا عايزك تتخيل كده يا صديقي انك لقيت صوره اختك مثلا في الجروب او صوره اخوك في الجروب، ايه هيبقى احساسك بقى في وقتها؟ ما بالك بقى ده انا شفت حاجه حقيقي انا مش عارف ازاي ان في حد عاقل ممكن يعملها، ان واحد ينزل صوره زي دي. انت متخيل يعني ايه اخ ينزل صوره اخته في جروب رجاله، جروب غريب، ويقول لهم شوفوا البنت دي اذا كانت تعرف حد ولا لا؟ لان انا شاكك فيها، شاكك في اخته وبيتاكد من رجاله غريبه. حقيقي المجتمع المصري بتاعنا ده بقى حاجه صعبه جدا، وبقت الناس مش عارفه فين الصح وفين الغلط، وبقى كل حاجه عادي. ولكن نرجع هنا ونقول ان اكيد هتتصدمي او هتتصدم يا صديقي لما تشوف صورة اختك او اخوك في الجروب والناس بتسأل عليها. واكيد هتحصل مشاكل كتيرة جدا في البيت، ومش بعيد اصلا حد يموت فيها دي، ان الفضيحة طبعا مش هيستحمل اي كلام ولا اي حاجة هتحصل معاه، خصوصا البنات يعني ما بيستحملوش اي حاجة. ترند الجروبات ده ترند حرام، وفكرته اصلا من الاول حرام. لان يعني ايه بنت تنزل صورة ولد ويسأل عليها ناس غريبة، او ولد ينزل صورة حد يعرفه مثلا او حد قريبه ويسأل عليها ناس غريبة؟ بجد الفكرة لحد دلوقتي مش قادرة تدخل دماغي، ولا قادر افهم ازاي الناس دي وصل بيها المرحلة دي ان هم يعملوا حاجة زي كده. بجد حاجة بشعة جدا وحاجة صعبة جدا يعني ده اسمه فوضى وده اسمه فراغ يعني ما يصحش كده يا جدعان. لازم الناس دي تتوعى اكتر من كده. لازم دي يعني جايه من نشأة من قله الدين وقله التربيه. لازم الناس دي تقفل عليها كده ويشوف ايه المشكله عندهم ويشوف ازاي يحلها في البيت مثلا، اذا كان ام بقى ولا اب، شوفوا كده بنتهم او ابنهم ويحافظوا عليهم،
مش يسيب لهم الدنيا كده سداح مداح يعملوا اللي هم عايزينه. احنا في ديننا الاسلامي الفكره دي حرام، لان لو الشباب عندها بس عقل او بتفكر بطريقه صح مش هتدخل او تشارك حتى في الجروبات دي. ما تخليش الفضول ياخدك يا صديقي وتخش وتشارك في الجروبات دي وتشوف ايه اللي بيحصل جوه، لان الجروبات دي بصراحه وفكرتها حاجه مقرفه جدا يعني. وشوف واعرف فين الصح وفين الغلط، لان طبعا حاجه زي كده غلط وحرام جدا يعني زي ما قلت لك. فما تشاركش ولا تدخل اصلا ولا تفكر فيها، بالعكس ابعد عنها تماما، لان احنا في مجتمعنا المصري ده عمر ما كان الموضوع ده عادي كده. وزي ما قلت لك اللي بيحصل ده سبب حاجتين، اول حاجه وهي قله الدين وقله التربيه. واختم الفيديو ده بآية قرآنية من سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وبس كده يا صديقي، كده وصلنا لختام الفيديو. ما تنساش بالاشتراك في القناة وباللايك لو انت بتشوفتني من قناة اليوتيوب، وتقول لي رأيك في التعليقات تحت. وشفتني في صفحة الفيسبوك فما تنساش انك تتفاعل كده مع الفيديو وتقول لي رأيك وتعمل طبعا متابعة للصفحة. ولو انت بتتابعني من صفحة اليوتيوب فانا عامل صفحة على الفيس اسمها نور الضلمة لايت اوف داركنس برضه، هتلاقي اهو الصفحة بتاعتها اهو، روح اعمل لي بقى متابعة هناك. بس كده يا صديقي، اشوفك في فيديوهات تانية كتير. سلام.